يا عم أشرف، أنا دمي محروق. يا ساتر يا رب، في ايه يا عادل؟ الفاتورة طلعت تاني؟ فاتورة إيه وزفت إيه؟ انا بتكلم عن الكافيتيريا دي. مالها؟ قهوتها زي الفل اهو. عملت طلبك؟ ما عملتش طبعا. أنا بقالي نص ساعة واقف، نص ساعة. طب وايه المشكلة؟ ما الناس كلها مستنية. المشكلة إن مفيش حاجة اسمها الناس كلها، في الطابور الخامس يا أشرف. طابور خامس؟ تقصد إيه؟ بتوع الامن اللي بياخدوا الاوردرات من غير دور؟ لا، طابور خامس بجد. ناس بتظهر فجأة، بتقف في البلايند سبوت بتاع اللي بيعمل القهوة، بيشوفوا الطابور طويل يقوموا متسحبين من الجنب. يا راجل، دي تهيؤات من قلة الكافيين. تهيبات إيه؟ ده أنا شفت محمود بتاع الحسابات النهاردة بيعملها، وجل جنب المكنة، عمل نفسه بيتكلم في التليفون. أول ما البنت خلصت أوردر قال لها بسرعة: لو سمحتي نسكافيه وأنا واقف من بدري. يا لهوي بالنيلة. طب ولما شفته ما اتكلمتش ليه؟ تصدق نسيت، هو عمل الموف دي ببراعة، تحس إنهم متدربين عليها. أنا اتلبخت وبصيت في السقف، لقيته بياخد الكوباية وبيمشي وهو بيغمز لي. طب خلاص اهدى، هقوم أطلب لك أنا قهوة عشان تهدي. أنت متأكد مش هتعمل حركة محمود؟ لا طبعا، أنا راجل ملتزم، بس لو لقيت مساحة فاضية كويسة جنب المكنة مش هقول لا. سلام. يا نهار أبيض، حتى أنت يا أشرف، إيه الغدر ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل في الطوابير. أنا لازم ألاقي حل للموضوع ده. اتفضل يا عادل باشا، قهوة زيادة عشان أعصابك. إزاي رجعتوا بالسرعة دي؟ ده الطابور كان لافف حوالين الكاونتر. أنا راجل خبير في الطوابير دي. أنا عملت مناورة الإلهاء المباشر. إيه مناورة الإلهاء المباشر دي كمان؟ اختراع جديد؟ بسيطة. أول ما وقفت عملت نفسي بكلم في التليفون بصوت عالي وقلت: الحرني، العربية بتولع، الموتور بيطلع دخان من عند الفيتيس. يا نهار أبيض، وعملوا إيه؟ كل اللي في الطابور بصولي. في واحد طلع موبايله عشان يصور، والتاني بص من الشباك، والتالت قال لي: طب ما تنقلها بعيد عن مدخل الكافيتيريا يا عم. وبعدين قمت مسطرة نفسي على الكاونتر وأنا بقول للبت: 2 قهوة سريعة قبل ما الليلة تسيح. محدش فيهم لحق يستوعب إنه ضيع مكانه في الطابور. دي خدعة قديمة اسمها تشتيت الانتباه الجماعي. يا ابني أنت دماغ. يعني أنا كنت متوقع منك غدر فردي، لكن أنت عملت عملية كوماندوز جماعية. طابور إيه يا عادل؟ إحنا بتوع الطابور الموازي. اشرب قهوتك بس ويلا نلحق نرجع الشغل قبل ما المدير يفتكر يسألنا كنا فين. طب استنى، بما إنك خبير في الإجرام، قصدي في فنون الطوابير، إيه أحسن حركة لو حبيت أتصرف لوحدي المرة الجاية؟ بسيطة. تقف ورا أي واحدة بتتكلم في التليفون ومش مركزة. أول ما تتحرك نص خطوة تجري انت وتقف مكانها بسرعة وتعمل نفسك واقف بقالك ساعة. الله عليك. طابور، طابورين يا عم. أنا هجيب كرسي خشب وأقعد بيه قدام الكافيتيريا من الساعة 7 الصبح عشان أضمن مكاني. يا عم اشرب القهوة هتبرد ويسيب لي أنا التخطيط، وتعال نفكر نقول لمديرنا إيه لو عرف إحنا كنا فين. القهوة دي ردت فيا الروح. تسلم ايدك يا أشرف باشا، بجد انت فنان في الهروب من الطابور. ولا يهمك يا صاحبي، انا بقولك احنا نفتح شركة استشارات جديدة اسمها فك الطابور او حل أزمة الانتظار. مفيش وقت. بص الساعة بقت كام؟ احنا كده غرقنا في الزغقان. المدير لو سأل هنقول ايه؟ المدير عايز حاجة مقنعة، مش حاجة بتاعت ترافيك او اطار نام. طبعا، ده واد دقيق وما بيفوتش حاجة. لو قلنا له زحمة هيقول: ما خرجتوش بدري ليه؟ جبتها. هنعمل سيناريو الاي تي. سيناريو الاي تي ايه ده كمان؟ اسمع بقى وركز معايا عشان ده الباك اب بلان. لو المدير سأل هتقول الآتي: يا فندم، النظام وقع فجأة، الموقع بتاع الشركة عمل كراش، وكان لازم نراجع الكود من مصدر خارجي عشان نحدد المشكلة فين بالظبط. الموضوع احتاج وقت عشان نعمل له هارد ريسيت للسيرفر الرئيسي. كود ايه وسيرفر ايه يا اشرف؟ احنا بتوع مبيعات، المدير عارف اننا ما نعرفش الاي تي من البوفيه. ما هو السر في التفاصيل العميقة اللي ما تتفهمش. لازم تستخدم مصطلحات تخلي اللي بيسمع يزهق وما يسألش تاني. قول: كان في مشكلة في الكاش ميموري بتاع الدومين كنترولر. يا فندم،
أنا كنت بعمل ديباج للفاير وول عشان الباتش الجديد مطلع ايرور 404 بالظبط. ولو قالك ايه علاقتكم بالاي تي هترد بكل ثقة وتقول يا فندم لما الشركة بتغرق كلنا لازم نبقى فريق استجابة أول First Response Team. طيب يا عم الخبير الاستراتيجي، نجهز الورقة والقلم عشان نكتب مصطلحات الهارد ريسيت والدومين كنترولر دي؟ يا أنا يا طوابير القهوة والمديرين النهاردة. وصلنا يا ريس، ارفع راسك كده وادخل بثقة. افتكر فريق استجابة أول. توكلنا على الله. أنا شكلي مستعد المشكلة حقيقي دلوقتي. بعد 5 دقايق أشرف وعادل نسيوا الاتفاق اللي ما بينهم، والمدير شافهم ونده على أشرف وقال له تعال على مكتبي، وابتدى يسأله هم كانوا فين. وأشرف اتوتر وكان ناسي المفروض يقول إيه. أستاذ أشرف، أنت وعادل كنتوا فين بالظبط؟ بقالكم ساعة مش في الشركة. يا فندم أنا كنت في مشوار مهم جدا عشان الشغل. طيب حضرتك عايزنا نسيب الشغل دلوقتي ونجيب لك قهوة عشان تفوق وتعرف تكمل اليوم؟ قهوة؟ فكرة ممتازة يا أشرف، بس أنا اللي مفروض أسألك، هو حضرتك شفتنا وإحنا ماشيين؟ طب كنت بتبص على الساعة كام بالظبط؟ طبعا الالتزام مهم جدا يا فندم. هو في حاجة مهمة حصلت في الدقيقتين اللي نزلنا فيهم؟ كنا بننسق لعملية التسليم بتاعت بكرة عشان المنافسين. العملية كلها كانت في الكافيتيريا صح؟ أنا شايف الكوبايات اللي لسه معاك يا أشرف. التسليم هيتم إزاي بكوبايات قهوة؟ يا فندم أنا أعصابي تعبت جدا من الضغط. طب إيه اللي يثبت إنكم كنتوا في الشغل وما كنتوش بره؟ كنا بنفوق عشان نركز في الخطط المعقدة. للأسف يا أشرف، ما يثبت إنكم كنتوا في الشغل هو وجودكم في مكاتبكم. كل اللي يثبت دلوقتي هو إنكم كنتوا بتشربوا قهوة متأخرين. بس يا فندم. أنا مش هطول عليك في الكلام، أنا مقدر تعبكم وضغط الشغل، عشان كده مش هعمل إنذار، بس أنا مضطر أعمل خصم يوم من الراتب ليك والعادل. خصم يوم؟ يا فندم أنا كنت فاكر إني هتهرب من السؤال صح؟ خطة الأسئلة المضادة دي قديمة يا أشرف. طيب حضرتك ممكن تقول لنا إيه الحاجات اللي حضرتك محتاج نخلصها ضروري في اليوم ده؟ أنا آسف يا فندم. روح على مكتبك أنت وعادل وكملوا شغل، والخصم ده عشان تفوقوا وتعرفوا تركزوا في الشغل مش في القهوة. تحت أمرك يا فندم. أشرف طلع من مكتب المدير حزين، راح لعادل وهو حزين، وعادل لما شافه حزين عارف إن الخطة ما نفعتش. إيه يا معلم؟ إيه اللي حصل؟ وشك مخطوف كده ليه؟ الخطة نجحت ولا لأ؟ نجحت؟ لا طبعا ما جنحش. الخطة اتهزمت شر هزيمة يا عادل. إزاي؟ ده أنت كنت زي الأسد. مفيش أسئلة مضادة نفعت؟ مفيش حاجة نفعت. المدير ده طلع فاهم اللعبة بتاعتنا كويس قوي. أول ما سألته هو حضرتك شفتنا وإحنا ماشيين، بص على كوباية القهوة اللي في إيدي، قال لي بالحرف التسليم هيكون إزاي بكوبايات قهوة يا أشرف. يا نهار أبيض، يعني كشفنا خلاص؟ كشفنا. ده طلع أذكى مننا بصراحة. أنا نسيت إني لسه ماسك الكوباية. المهم إيه يا أشرف؟ انجز، قلبي وجعني. اتخصم مننا يوم كامل خصم من المرتب يا عادل. إيه؟ خصم يوم عشان ربع ساعة قهوة؟ ده حرام. طب ما كنت قلت له إنها قهوة للعميل. كنت هقول له إيه؟ عميل الكافيتيريا؟ المدير مدينا الورقة بتاعت الخصم عشان نفوق ونركز في الشغل مش في القهوة. يعني عرف كل حاجة بالملي. يعني كنت عامل فيها شبح الفاضي يعني. خلاص بقى يا عادل، أنا عملت اللي عليا عشان ألحق أرجع بسرعة وأسيبك تشرب قهوتك. دلوقتي خلاص اتعلمنا درس، مفيش زوغان تاني. درس إيه يا عم؟ الدرس إننا نشرب القهوة في العربية المرة الجاية. بس اسمع، اليوم اللي اتخصم ده أنت اللي هتدفعهولي. أنا؟ يا شيخ حرام عليك. طب يلا قوم شوف لنا شغل بدل ما يتخصم مننا يومين. وهنا بقى الدرس المستفاد إن الكذب ملوش رجلين، وإن الصراحة راحة، ومهما كنت ذكي ممكن تتكشف ويبقى شكلك وحش وتتأذي. فامشي يا عادل يحتار عدوك فيك. ودلوقتي وصلنا لنهاية الحلقة الأولى، أتمنى تكون عجبتكم، وياريت ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة، ولو شفت الفيديو ده على التيك توك تعملوا متابعة وشير بقى، مش حواصيكوا.